السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نقدم لكم بسبوسة بصوص شوكولا اولا بالشكلاط. كتجي واعرة غير بجوج كيسان ديال السميدة. تبعوا معايا الطريقة حتى الاخير، والسر في الطياب باش تجيكم البسبوسة الرطبة واخا كاع مازال ما سقيتوهاش، كتجيكم واعرة ولذيذة كما كتشوفوا. كتجي خطيرة في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها. ندوزو للمقادير. هنا غادي نحتاجو غير الخلاط الكهربائي، ما غاديش نستعمل لا الطراب لا حتى شي حاجه. عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الحليب، عندي هنا كاس الا ربع ديال الزيت، زيت المائده، يعني كاس قل ربع. وعندي كذلك كاس الا ربع ديال سنيده. غنضيف كذلك واحد القبصه ديال الملح، وعندي هنايا معلقه عامره مزيان كما كتشوفوا ديال الفورس الدقيق الابيض، وعندي هنايا 3 ديال البيضات. ماشي مشكل في الثلاجه اولا في درجه حراره المطبخ، ماشي مشكل. المهم 3 ديال البيضات اللي كيكون الحجم ديالهم كبير شويه. وغادي نحتاج ايضا عندي 3 د المعالق اولا 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، 2 معالق كبار ونص. هنا عندي انا الكاكاو المر مخلط بالكاكاو الحلو. نتوما ممكن تستعملوا غير 2 ساشيات ديال الكاكاو المر كافيين. وغادي نضيف كذلك 2 خمارات حمرين من فئة 7 غرام، يعني هنا عندي 14 غرام. وغادي نزيد ليهم كاس ديال العنبة ديال السميدة، وغادي نطحن عاد باش غادي نضيف الكاس الثاني. دائما كنخلط، يعني حتى كتجانس ليا المقادير صافي وكنحبس، راه ما كنطولش في الخفق. ودائما الكاس الثاني كنضيفوه بالتدريج، يعني ما كنضيفوش دفعه واحده باش كنتحكموا في القوام ديال العجين ديالنا، ما كيكونش قاصح الى ضفناه، حيت كاينه السميده اللي كتشرب. وهنايا دائما كنبقى نقلب بالمعلقه باش كنشوف القوام ديال العجين ديالي ياك ما قاصح. صافي كما كتشوفوا هنايا كنضيف الكميه الاخرى ديال السميده. صافي كنكمل كما قلت لكم 2 كيسان بالضبط ديال السميده هي اللي كنحتاج في هذه المقادير اللي عطيتكم. صافي غادي ندوز باش نفرغ الخليط ديالي. كما كتشوفوا القوام كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون ماشي قاصح جاري. هنايا المول من بعد ما دهنته بالزبده، ضروري دهنوه بالزبده، ما دهنوش بالزيت حيت راه كتلصق. وكنرشوا بالسميده، كندوزو بالسميده على هذا الشكل هذا. صافي في هذه الاثناء كيكون الفران شاعل مزيان، كيكون سخون، وكنكب عليه الخليط. كما كتشوفوا القوام ديالو كيكون على هذا الشكل هذا، ما كيكونش ثقيل. الا كان ثقيل راه غتجيكم البسبوسه ديالكم ثقيله، ما غتجيش لكم مفشفشه وخفيفه. ضروري في الطياب ديال البسبوسه دائما الفران كيكون متوسط، ماشي بحال الكيكه كنقصوا عليها، البسبوسه لا. هنا غادي ندوز باش نصايب معكم السيرو اللي غادي نحتاج فيه 1.5 كاس ديال العنبه ديال الماء و
كاس الا ربع ديال السكر. ممكن تنسموا السيرو ديالكم باش ما بغيتو، ممكن تنسموه بالقهوه، ممكن تنسموه بالحامض، ثم باش ما بغيتو. صافي غادي ندوز، انا غادي نطيبو غير هكذا عادي. هنا ملي كيدير لنا هاد الفقاعات يعني راه السيرو ديالنا واجد، كيكونوا فقاعات اللي هما كبار. صافي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها السيرو كنطيبو دغيا كيطيب، ضروري كنخليه يبرد، كنديرو في الثلاجه باش يكون بارد، والبسبوسه كتكون سخونه. الا كانت البسبوسه بارده خاص السيرو يكون سخون. دائما كنكونوا كنديرو بالعكس. صافي كنسقي وهي سخونه كما كتشوفوا، راه دغيا كتشربها على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا صافي، وغادي نخليها على جنب باش ترتاح وتشرب ليا داك السيرو على خاطرها. وندوز باش نصايب الصوص ديال الشكلاط اللي غادي ندير ليها من الفوق. ممكن تستعملوا اي مول عندكم، يعني ماشي بالضروره تقيدوا بهذا المول العجيب، ممكن ديروا اي مول عندكم. هنايا في الصوص غادي نحتاج 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب. غادي نضيف عليهم واحد المعلقه اللي هي عامره مزيان بالنشا، ومعلقه كما كتشوفوا ماشي عامره عاوتاني بزاف ديال الدقيق ديال الفرص، وحدي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو. صافي كنخلط هاد النواشف كنخلطهم مزيان، وكنضيف عندي هنايا 100 غرام ديال الشكلاط، تقريبا واحد 10 ديال القطع ديال الشكلاط. ديروا ديال الشوكولا اولا ديروا شوكولا غش، المهم نتوما غديروا داكشي اللي عندكم. هنايا كنضيف واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الشوكولاته ديال الدهن، غير دائما باش كنعزو ديك النكهه ديال الشكلاط. صافي كنديروا على عافيه مهيله. سمحوا لي هنايا راه نسيت السكر، عاد ضفت 2 معالق كبار ديال السكر، ودائما كيكون على حسب الذوق. صافي كنبقى نخلط حتى كيذوب لنا داك الشكلاط وكيتجانسوا لينا المقادير مع بعضياتهم، وكيولي القوام كريمي وكيختار لينا شويه، ما كيبقاش جاري. صافي كنطفيو عليه وكيكون واجد. هنا كما كتشوفوا معايا وهو باقي سخون كنكبوه على الكيكه بهذا الشكل هذا. صافي وكنخليها حتى كترتاح غير على سميتو غير في الكوزينه، يعني ما كنديهش للثلاجه ولا حتى شي حاجه، حتى كيشدنا داك الخليط وكيعقد لنا داك الصوص وكيبرد تماما. عاد ممكن اننا نزينوه كيف ما بغيتو، التزيين كيبقى على حسب الاختيار. ممكن تخليوها غير هكا كتجي زوينه كما كتشوفوا معايا. انا صراحه الله ذوبت شويه ديال الشكلاط ابيض ودرت بها هكا خطوط في الجوانب. ممكن تخليو ديروا غير خطوط غير بالنص ديال الكيك وتخليو النص هكا، النص يكون ابيض والنص يكون كحل. وممكن انكم ديروا الخطوط في الكيك كامل. اسمحوا لي انا راه ما عنديش مع الزواق بزاف، يعني ممكن ديروا اي حاجه كتعجبكم نتوما وكتفضلوها. كما قلت لكم ممكن تخليو الكيكه كما هي ولا البسبوسه ديالكم كما هي من الاول، يعني ما كاينلاش تزوقوها، راه كتجي بنينه وزوينه ومعلكه وما تشبعوش منها. صافي كتجي الكيكه ديالي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه. ممكن ديروا لها اي اضافات نتوما كتفضلوها. صافي كتجي على هذا المنظر هذا. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنايا راه عاوتاني درت ليها الشكلاط ابيض كامل من الفوق. كما قلت لكم نتوما راه كتذوقوا باش ما بغيتو وكيف ما بغيتو، المهم هو المذاق اللي كيجي اكثر من رائع. كنتمنى انكم تجربوها
ودعموني، وإلى اللقاء في فيديو جاي. السلام عليكم.